أهم أخبار النهاردة السبت 27/12/2025. جايب لك ملخص أخبار الأهلي والزمالك النهاردة وبعض الأخبار الأخرى. طبعا قبل أي حاجة صديقي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضغط لايك ومتابعة فضلا وليس أمرا. طبعا اللايك والمتابعة هيفيدوني جدا فما تبخلش عليا بالاتنين. بالنسبة لأخبار النهاردة تابع معايا. هنبدأ بنتائج مباريات النهاردة على السريع كده. نادي المصرية للاتصالات يفعلها ويحقق كبرى المفاجآت ويتأهل لدور ال16 بعد فوزه على النادي الأهلي بنتيجة 2-1 في إطار دور ال32 من كأس مصر. نتائج كأس الأمم الإفريقية اليوم في الجولة الثانية: السنغال تتعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل فريق. منتخب بنين يحقق الفوز على منتخب بوتسوانا بهدف نظيف. بالنسبة لأخبار النهاردة، منصة 247 تم إبلاغ وليد صلاح الدين هاتفيا من سيد عبد الحفيظ بتطبيق اللائحة على كافة لاعبي الفريق الأول المتواجدين في مباراة المصرية للاتصالات وتوقيع عقوبة خاصة على طاهر محمد طاهر بسبب الطرد. موقع جول البولندي: بحسب معلوماتنا بولولو حسم قراره ولن ينضم إلى الأهلي المصري ويفضل البقاء في أوروبا، لذا من المرجح جدا ألا تتم هذه الصفقة. وفقا لموقع اليوم السابع، النادي الأهلي لم يتلقى عروض رسمية من الزوراء العراقي لضم محمد مجدي أفشة في يناير المقبل. تقارير: وفقا لمصدر داخل النادي الأهلي يستهدف ضم ثنائي أجنبي في الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية ليكون أحدهما فوق السن ويتم قيده في قائمة الفريق الأول، والآخر تحت السن ويتم الاستعانة به أيضا مع كتيبة يستروب في ظل المنافسات القوية محليا وقاريا. هناك 3 أو 4 صفقات على الأقل في يناير لتدعيم الفريق بناء على رغبة المدير الفني يستروب. بتروجيت يؤكد التزامه مع الزمالك بمنحه الأولوية لبيع حامد حمدان حتى الآن بشرط دفع قيمة الصفقة كاش. استمرار غياب عبد الله السعيد عن مباراة بلدية المحلة في كأس مصر بسبب الإصابة. تقارير: مصدر داخل الزمالك: أحمد عبد الرؤوف مستمر ولا يوجد سيولة للتعاقد مع مدرب أجنبي من الأساس. وفقا لموقع القاهرة 24 يكشف كواليس صفقة تبادلية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالميركاتو الشتوي على أن بيراميدز يسعى لضم مروان عثمان مهاجم سيراميكا. أيضا بيراميدز عرض انتقال مروان حمدي لسيراميكا وتم عرض مقابل مادي يصل ل 35 مليون جنيه ضمن الصفقة. اليوم السابع: بيراميدز يقترب من حسم صفقة حمدي فتحي في الميركاتو الشتوي. موقع يلا كورة: موقف محمد صلاح من المشاركة في مواجهة أنجولا سيتم المناقشة معه شخصيا، خاصة في ظل اقترابه من تحطيم عدة أرقام قياسية. بس كده عزيزي المشاهد، ده ملخص أخبار النهاردة. لو شايف إن أنت استفدت من الفيديو، طبعا أنا كل خبر بقوله لك بالمصدر، يعني مفيش خبر قلته لك من عندي مباشر، كل خبر بنقله لك من المصدر. ولو شايف إن أنت